بعد خطف حامد حمدان من نادي الاهلي ونادي الزمالك، نادي بيراميدز بيعطل صفقات كتير للنادي الاهلي. خلينا نتكلم بصراحه. في الفيديو دوت جاي اقول لك 3 صفقات للنادي الاهلي واقول لك رايي فيهم بصراحه، مع ان صفقه فيهم زعلتني جامد جدا. وكمان هقول لك في الاخر على خبر هيزعل كل الاهلاويه. طبعا انا غبت كتير، عشان كده راجع لك بمعلومات هتعجب كل اهلاوي وهتفيد كل اهلاوي. وقبل ما ابدا عايزك تصلي على النبي وتعمل اشتراك ولايك. عايز الفيديو دوت يوصل ل 500 لايك، ويلا بينا نبدا. قبل ما اقول لك الصفقات الجديده عايز اقول لك خبر هيصدمك يا اهلاوي، خبر هيخليك مش عارف اذا كنت زعلان ولا فرحان. بس الاكيد ان الخبر دوت هيبقى في صالح النادي الاهلي. مساعدين المدرب ياسروب والمدرب ياسروب طلعوا تقرير لاداره النادي الاهلي بيقولوا فيه الاتي: فريق من غير الاساسيين او مستوى اللاعبين الاحتياطي اللي بيشارك فيهم في كاس العاصمه وكاس مصر لا يليق ولا مقارنة بالأساسيين للنادي الأهلي اللي بيلعبوا بالمنتخب. بالمختصر المفيد بيقول لك إن اللعيبة الموجودة دلوقتي في النادي الأهلي لا تستطيع المنافسة على أي بطولة من البطولات الموجودة. عشان كده إدارة النادي الأهلي عليها مش اللي هي تجيب لاعبين جداد ولا تحل عناصر جديدة، لا، عليها بناء الفريق من أول وجديد وإصلاح الفريق من أول وجديد مع اللعيبة الأساسية اللي بيلعبوا مع المنتخب. طبعا كلامهم صح، كلنا شفنا مستوى النادي الاهلي الفتره ديت. ما تقوليش بيلعب بالاحتياطي، لا، ده بيلعب بالاساسيين الموجودين حاليا. ده مستواهم، مش عارفين يكسبوا ولا ماتش في الكاس، طلعوا من الكاس وكمان مش عارفين يكسبوا ماتشات كاس العاصمه. عشان كده المدرب طالب بناء لاعبين في كل مركز وعمل احلال للاعبين ما عدا اللعيبه الاساسيه اللي موجوده مع المنتخبات بتاعتها في بطوله افريقيا. نخش بقى على الصفقات. انا عارفك مستني الصفقات. اول صفقه النادي الاهلي خلص فيها هي مدافع البنك الاهلي عمرو الجزار. النادي الاهلي خلص فيه ب 30 مليون جنيه، وكمان عليهم احمد رضا صفقه انتقال اعاره لمده سنه ونص. تعال بقى نتكلم بالعقل والمنطق. انا عارف ان انت اهلاوي وانا اهلاوي، بس انا اقول كلمه حق. هل انت شايف ان عمرو الجزار يستحق بما يعادل 2 مليون دولار؟ هتقول لي يا عم 2 مليون دولار ايه يا عم، دول هم 60 مليون جنيه. اقول لك لا، 60 مليون جنيه و50 مليون جنيه قيمه احمد رضا اللي انتقل بداله في نادي البنك الاهلي. هل انت شايف ان المدافع ده يستحق المبلغ ده؟ انت متخيل رقم 2 مليون دولار النادي الاهلي ما رضاش يدفعهم في مهاجم اجنبي سوبر؟ قال لك لا. خد بقى الصدمه عندك يا معلم، ولا خلص صدمه والخبر اللي هيزعل كل اهلاوي في الاخر خليه في الاخر عشان تتفرج على الفيديو، وما تنساش تعمل لايك واشتراك. اما بقى تاني صفقه يا معلم حصلت او النادي الاهلي بيخلص فيها هي اليو جانج. اليو جانج بنسبه 90% خلاص قرر اللي هو يتنازل عن العروض اللي جايه له بعد ما النادي الاهلي قرب المسافات ووصلوا لحل وسط اللي هو يجدد للنادي الاهلي لمده 3 سنوات. علشان ايه؟ علشان المدرب ياسروب اكتر اجنبي متمسك بيه هو اليو جانج. قال للاداره انا اهم اجنبي عندي هو اليو جانج دوت، لازم يجدد، لازم يكمل، لان دوت عنصر اساسي في الخطه اللي انا ببنيها للفريق الفتره الجايه. وطبعا كلنا شايفين مستوى اليو جانج ما شاء الله عليه، لاعب محترف، لاعب مميز جدا. واكتب لي رايك في اليو جانج في الكومنتات. فاليو جانج ان شاء الله هيوقع ل3 سنين، بدأت التدريبات مع النادي الاهلي من يوم 16. نخش على الصفقه رقم 3. الصفقه رقم 3 هي المهاجم اللي مع منتخب مصر اسامه فيصل. اسامه فيصل النادي الاهلي عايز يخلص فيها. تقول لي ايه ده؟ امال فين المهاجم الاجنبي؟ النادي الاهلي مش قادر يجيب مهاجم اجنبي لسببين. اول سبب معانا هو ان مفيش اماكن للاجانب، مفيش اماكن للمحترفين. حتى الان النادي الاهلي عايز يتخلص من المحترفين ومش عارف، الدنيا مصعبه معاه. هتقول لي طيب اسامه فيصل ايه الوضع في اسامه فيصل؟ هقول لك اسامه فيصل في سبب تاني اقول لك عليه، السبب اللي هيزعل كل اهلاوي اللي قلت لك عليه في الاخر. اسامه فيصل النادي الاهلي عايز يخلص فيه في حاله اللي هو ما عرفش يخلص خلال شهر واحد في مهاجم اجنبي. تمام. نخش بقى على الصفقه اللي بنسبه 90% تمت، صفقه جميله جدا هتفرح كل اهلاوي. هي يوسف بن عمرو. يوسف بن عمرو لاعب منتخب المغرب خلاص يعتبر وقع، ومستنيين يخلص بطوله افريقيا ويخلصوا بقيه الاجراءات وينورنا في النادي الاهلي. لاعب مميز جدا هيقدر يسد المكان اللي سابه علي معلول الفتره الاخيره. يا رب ربنا يحميه بس من الاصابات.
انا عايزك تتفرج على مستوى اللاعب دوت وتكتب لي رايك في الكومنتات. لاعب مميز جدا جدا جدا، وطبعا كفايه اللي هو مع منتخب المغرب، وان شاء الله ما يطلعش مقلب زي اشرف داري اللي النادي الاهلي عايز يخلص منه. طبعا عايز اقول لك الصفقات اللي ماشيه من النادي الاهلي خلاص قفشه، زي ما كنت قايل لك من 3 شهور في قائمه الراحلين قفشه، وعندك العش، وعندك احمد رضا، كل دول خلاص ماشيين من النادي الاهلي بشكل اساسي، ولسه في ناس تانية هتمشي من النادي الاهلي عشان زي ما قلت لك النادي الاهلي هيعمل احلال وتجديد وبناء شامل للفريق. نيجي لاخر خبر اللي هيزعل كل اهلاوي، هو اللي النادي الاهلي مش عارف يتعامل في الصفقات براحته، علشان النادي الاهلي بيمر بازمه ماليه. تقول لي ايه الاهلي بيمر بازمه ماليه، امال الزمالك ايه؟ اقول لك الزمالك بيمر بازمه ماليه قويه جدا، بس برضو النادي الاهلي بيمر بازمه ماليه قويه جدا. النادي الاهلي الفتره الاخيره عمال يدفع 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 بدون اي مكاسب، سواء بطولات او سواء صفقات كبيره. يعني المهم ما علينا التفاصيل ديت، انا بقول لك الخبر النادي الاهلي بيمر بازمه ماليه، يمكن يعتبر اقوى ازمه ماليه مر بها النادي الاهلي في خلال اخر 5 سنين 6 سنين. فربنا يستر على النادي الاهلي. انا عايز بقى تكتب لي رايك في الكومنتات، تتوقع النادي الاهلي هيعمل صفقات ايه تاني الحلقه الجايه، واكتب لي انا عايز نرجع اتكلم تاني عن النادي الاهلي ولا لا. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وبس كده.